بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي المتابعين على قناتي على اليوتيوب، أهلا بكم. القصيدة الجاية دي أو الفيديو الجاي ده فيديو بعنوان لما بيموت الضمير. الضمير يا جماعة طبعا معروف إن هو ليس مرتبط بدين، يعني ما نقولش إن الراجل ده عنده ضمير عشان ديانته مثلا مسلم أو ديانته يهودي أو ديانته مسيحي. الضمير ده موضوع تاني، حاجة تاني، ما مرتبطش بأي دين خالص. يعني هو ما عندوش دين خالص ولكن عنده ضمير. تلقى ما عندوش دين ولكن عنده ضمير، عنده ضمير في العمل، في إتقان العمل، عنده ضمير في المعاملات مع الناس، عنده ضمير في إن ما يظلمش حد، ما يسرقش حد، ما ينصبش على حد. بضميره وليس بدينه، وليس بدينه. يعني ما عندوش دين خالص، قال له فجعل عنده ضمير. الضمير ده موضوع، والدين ده موضوع خالص. وقد يكون شيخ عالم من العلماء وليس عنده ضمير، ما عنده ضمير. مش شرط بقى يكون، يعني ممكن يكون إيمانه قوي جدا جدا وضميره ميت جدا جدا. يعني هو إيمانه قوي وعنده دين وعنده وازع ديني وعنده كذا وعنده كذا، وقال الله وقال الرسول، وضميره من عدم الضمير تماما. فالضمير ليس له علاقة بالدين. لو مسيحي مسلم يهودي بوذي سيخي بيعبد البقر بيعبد الفئران، مليش علاقة بالقصة دي خالص. فالضمير موضوع تاني خالص. وليتنا نكون من أصحاب الضمائر الحية. لما بيموت الضمير، بقول لما بيموت الضمير حتى لو عند الحمير، لو قربت جنبه يرفصك يجري يطير، يوقعك ينكر جميلك لو حتى أكلته شعير. وانت صيفك يبقى نار، اما بردك زمهرير، تبقى مالك للعمارة وراح تنام تحت السرير. وبعد ما كنت ليها مالك فجأة تتحول أجير، بعد ما كنت ليها مالك فجأة تتحول أجير، وتلبس الخيش المرقع والسعاليق تلبس حرير. والفقير يبقى وزير، والغفير يبقى وزير، والوزير يبقى غفير، والعالم يكفروه والجاهل يصبح أمير، والعالم يكفروه والجاهل يصبح أمير. حتى لو كنت ابن عيلة، حتى لو كنت ابن عيلة، بس ملهاش كبير. لو ناديت في مرة تصرخ انت يا ام سمير، راح تقول لك روح لحالك انت بتنفخ في كير، راح تقول لك روح لحالك ده انت بتنفخ في كير. لو طلبت مرة مية هتلاقيها ببطن زير، ولو طلبت يوم وظيفة راح تطير زرازير، ولو طلبت يوم وظيفة راح تطير زرازير. ولو انت خاطب البنت سوسو، لو انت خاطب البنت سوسو تلاقيها في الفرح عبير، واللي كنت شايفها حلوة راح تلاقيها غفير بعد ما تشيل الملزق، بعد ما تشيل الملزق وراح يطير المناكير. لما بيموت الضمير تزرع الأرض ذهب، الأرض تطرح شعير. لما بيموت الضمير تزرع الأرض ذهب، تطرح الأرض شعير. تربي تقاوي بصل، تطرح الأرض شعير. والبنت في ثانوية عامة يعطوا درجاتها الكبير، والبنت في ثانوية عامة يعطوا درجاتها الكبير. انت فاكر البنت مريم؟ انت فاكر البنت مريم صاحبة الصفر الشهير لما خدوا كراساتها واعطوها لابن الوزير؟ حتى لو ابن أصول، حتى لو ابن أصول وحالك أصبح يوم عسير، الكل راح يتخلى عنك ولا عمره هيكون لك عشير، الكل راح يتخلى عنك ولا عمره هيكون لك عشير. بعد ما راح كل مالك وفجأة أصبحت فقير. لا هدف تدخل شباكك، الأهداف تدخل شباكك، الأهداف تدخل شباكك. حتى لو كنت شبير، حتى لو في الشعر بارع، لو ابن روما أو جرير، هيقولوا لك أنت جاهل والقوافي عليك تغير. أما لو معك فلوس، حتى لو كنت حقير، الكل راح يجري وراك ويقولوا لك يا كبير، ويقولوا لك ده أنت نخلة حتى لو كنت قصير، ويقولوا لك ده أنت نخلة حتى لو كنت قصير. حتى لو كنت مظلم، وحتى لو كنت مظلم، هيقولوا لك يا منير. لما بيموت الضمير السعاليق تركب فرسها، لما بيموت الضمير السعاليق تركب فرسها والملوك تركب حمير، السعاليق تركب فرسها والملوك تركب حمير. زوروني على قناتي على اليوتيوب حبايبي، ما لم يشاركني القناة يشاركني، لأن تقريبا بيكون كل يوم فيه
جديد. أنا مش عارف الفيديو ده رقم 512 ولا 513. كل يوم في جديد، ولكم كل حبي واحترامي وتقديري، ولكم تحياتي الشاعر علي عبد الرازق الدالي المعصر الفتح أسيوط، ولكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم على خير.